بسم الله الرحمن الرحيم. نبدي يومنا بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم، شلونكم بنات؟ إن شاء الله بخير وصحة وعافية وراحة بال، وأنتوا تشوفون هذا الفيديو إن شاء الله يعجبكم. فيديو منوع وحلو بكل شو كلاشي، إن شاء الله يعجبكم. خلوا لي لايك، واللي يشوف قناتي بالصدفة يضغط لي على الاشتراك ويفعل الجرس حتى يوصل كل جديد أنا أنشره. هنا مثل ما تشوفون جاي أعجن بنات. صبحت من الصبح الحمد لله والشكر. البنات راحن للمدرسة وما عندي خبز، قلت خلي أعجن. ما أعرف إذا ما عندي خبز بنات، إذا عندي قرصة أو قرصتين لازم أعجن. الخبز بالبيت بنات خير وبركة، هذا الشتاء ومرات واحد ما يقدر يعني يطلع يجيب صمون أو خبز، فخبزة البيت مطلوبة بأيام الشتاء يعني بالجو، والجو بارد يعني مو مثل الصيف واحد يتعاجز إنه حار الدنيا وما يقدر يخبز. أنا الصراحة أحب الخبز بالشتاء أكثر، الجو بارد حتى يعني واحد يدفى، وأثناء يعني ما واحد يخبز يدفى. المهم بنات هنا عجنت بعد ما كملت. أكيد العجين مدام الجو بارد يم الصوبة وندثره ببطانية، وهاي البطانية خاصة بس للعجن. بعد ما عجنت بنات أكيد أطبخ الغداء اليوم سويت كبة مرق. عندي الكبة هاي اللي سويناها ذاك اليوم بالمجمدة جاهزة ومجهزة، بس أسوي لها المرقة. شقد حلو بنات الواحد يعني إذا شغلته يمه بالمجمدة أو بالثلاجة ويطلع ويطبخها، يعني مثلا تفريزات أو غيرها من هاي الأمور. فهنا مثل ما تشوفون سويت كبة مرق. كبة المرق بنات مثل ما تشوفون يعني هي مثل كل مرة أحمس لها بصل وأخلي معجون وأنا سالقة عدس. ما عليكم بهاي هوسة الماعين هسه كلها أصفيها. هنا أنا شنو بنات مثل ما قلت لكم وش بنتي يعطيها طعم كلش طيب. وهنا فارت عندي مثل ما تشوفون، والريحة ما أحكي لكم تخبل. وهم أكو ناس تحب كبة المرق وأكو لا. أنا بالبيت عندي الوحيدة بنتي ما تحبها، يعني الوحيدة من أسويها يعني أسوي لها غير شيء. ما تحبها قلي بس مرق ما تحبها. وهنا أنا بنات تعالوا أشوفكم شنو اشتريت اليوم أخذت البنات ورحنا للمجمع. طبعا بنات اشتريت لهن الملابس الشتوية. احنا يعني ما اشترينا نهائيا، يعني شفنا شنو احنا محتاجين، شنو البنات يردن يلا اشتريت لهن. الصراحة هاي بنتي الصغيرة ما عندها ملابس يعني مال طلعة أو مال بيت، بس أشوفكم شنو اشتريت. اشتريت لها هذا السوت بنات. هذا السوت هي يعني رادته باللون الأسود ومطعم بالأبيض. ردت لها يعني ألوان ماكو، بس هذا اللون متبقى يعني. هي رادته. هذا سعره 16.5 بنات. صوف يعني شكل لكم يكد، يعني تلبسه هواي تلبسه. أنا أخذت القياس يعني الكبير حتى تبقى يعني 2-3 إذا طيبين تبقى تلبس بي. أنا ما أحب أخذ الشغلة صغيرة. وأخذت هذا البادي، أخذت البت الثانية هذا سعره 12.5. هذا بنات باللبس كلش حلو. كان عندي اختها واحد لبسته كلش حلو عليها، أخذت لها. كان عندي اختها لون سمائي، أخذت لها بنفسجي فاتح. هذا 12.5 بنات. قماشة فانيلة قطن ناعم، يعني كلش حلو باللبس. والشغلة الثانية يعني للركبة بنات، للركبة يعني يغطي الركبة، مستور وكلش حلو باللبس، حتى يعني إلي يلبسني. هذا 12.5. هي صحيح الأسعار شوية يعني غالية، بس هو بعد الغلا وين ما كان هي الحاجة كلها غالية، بس شغلات ماركة وأصلية وتكد. يعني مو مثل أكو ملابس لبستين تروح يعني بالغسل، مثل ما يقولون فلوسها بيها. وأخذت الجنات هذا السوت الثاني على اللون الجوزي، هماتين صوف بنات ناعم. هذا أخذته إلها ب15. هذا هو سادة ومطعمي بهيج قطع كابوي بيها شذر. هذا هماتين كلش حلو. قلت لكم الأسعار وين ما كان هي من 15 وفوق. حبيت أشاركه وياكم، وما أدري شلون ما يعني نسيت أصور بنات.
المجمع كان كلش حلو ومرتب، ويعني نظافة وأشكال شنو تشتهي عينك تلقين بالمجمع هذا. مواد منزلية، مواد غذائية، ملابس، يعني الملابس يعني أشكال، يعني الطبيين مثلا هذا المجمع تجهزين يعني من كل شيء من كل شيء تجهزين وتطلعين. أنا بالنسبة لي ما أخذت بس هذا الترواكة بنات، عجبتني، والصراحة أنا نهائيا هماتي أنا ما مشترية، قلت خلي أخذ هاي الترواكة ترهم ويا كل شيء، يعني بدي وبنطلون وهاي الترواكة يطلع كلش حلو. هاي الترواكة سعرها 15، كان اكو لون حني وهذا اللون البيجي يعني عجبني، يقعد ويا اي لون تيشيرت او بدي. واخذت الجنات هذا التراك، هذا التراك قديفة بس ناعمة بنات، كلش حلوة وثخينة. هذا سعره 8.5. وتكرمون اخذت لها هاي الحذاء يعني ما عدها، بس مال المدرسة هاي اخذت لها يعني للطلعة، واحد يطلع منا فلازم شوية تكرمون حذاء مرتبة. هاي سعرها ب8. وهنا لازم أشارككم الوصفة لتقوية الذاكرة بنات، يعني لتقوية الذاكرة هاي الوصفة رهيبة. يعني البعض يعانون من قلة الحفظ، التركيز، يقرون وينسون. هاي الوصفة بنات هي يعني عبارة عن جوز ولوز وزبيب. هاي هي بناتي، نقعتهن بماي حار لمدة ساعتين بنات، ساعتين يتنقعن بماي يعني بماي حار، حتى شنو من نخلطهم بالخلاط تصير عندنا عصير مثل ما احنا نريد، يعني يتنقعن بشكل صحيح. هسه راح اخلطهم بالخلاط بدون اي شكر، بدون اي يعني تحلية، ما نخليهن اي شيء، مجرد نعتمد على الحلاوة مال الزبيب. الماي هذا ما راح اذبه بنات، ليش؟ لان الفوائد كلها تصير بالماي. وهواي نشوف وصفات مثل ما تشوفون، يعني هي كلها مواد طبيعية. وهنا هماتين ضفت قلاص ماي دافي، وهنا بالخلاط أخلطهم يعني كل الزين لحد ما يصير عنده عصير. وأنا تشوفون كل ما أشوف وصفة يعني أشوفها يعني بها فائدة، الشغلات اللي بيها كلها مواد بها فائدة أسويها. وكمل عد العصير، أول شي خل أذوقه وياكم. طعمه كلش طيب، كلش طيب طعمه. أهم شي تنقعوه ساعتين بنات. أنا الصراحة أول مرة أنا أسوي، وإن شاء الله راح أستمر أسوي يعني لبناتي. ولهنا وصلت لنهاية الفيديو، إن شاء الله استمتعتوا واستفاديتوا من الفيديو. ضغطوا على اللايك والاشتراك، انتظروني بالفيديو الجاي، مع ألف سلامة.